My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I. والله اللوم يقع بالدرجة الأولى على الجهة التي حشدت الشارع والتي فتحت الباب ونصبت خيمة دخل تحت هذه الخيمة بقايا أيتام البعث والمنحرفين وعصابات سرقة الذين حضروا هذه القواطع لقطع الأسلاك. الذي نصب هذه الخيمة واستدعى هؤلاء بكل خلفياتهم تحت عناوين وتيارات هو الذي يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، لأنه أعطى لهؤلاء الفرصة والغطاء وشبه الشرعية أن يتصرفوا بالتصرف الذي حصل في دخول الخضراء وفي دخول البرلمان وفي دخول مجلس الوزراء وفي احتلال الشارع وفي السيطرة على السيطرات. هذا هو الذي يتحمل بالدرجة الأولى. ثانيا، تتحمل الحكومة أنها كيف سمحت لهم أن يتصرفوا هذا التصرف. الحكومة بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية كان ينبغي أن تستعين بالقوى السياسية وبقدراتها وتمنع مثل هكذا خرق خطير، ولا يزال الخرق موجود ولا تزال الحاجة إلى أن تكون الحكومة أكثر جدية وحزما في لجم هذا التشكيل هالكوكتيل هذا المختلط من اتجاهات ومذاهب شتى يجمعهم جامع واحد هو إثارة الفرق. إذا كانت الأزمة هي أزمة ثقة، أزمة شركاء لا يؤمنون، البلد ما راح يمشي بهالطريقة، ليش ما نروح إلى انتخابات مبكرة ونفضل الموضوع؟ رحم الله والديك. والديك الرحمة. وكأنك على قلبي. أنا الآن أضع العراق بين 4 مسارات. نعم. وقلت للشركاء أمامكم أحد 4 خيارات، والآن أقولها من خلال السومرية لكل عراقي قبل أن أقول لكل سياسي. دولة بهذا الشكل مكتفة لا تستطيع أن تتحرك، لا تستطيع أن تبني، لا تستطيع أن تخدم، وهذا الضجيج على الدولة. ليش ما تخدم؟ أولا، لماذا الضجيج على الدولة؟ هم وزراءكم. تيار الصدر عنده 6 وزراء ووزراء خدميين، ليش ما يقدمون خدمة؟ القائمة العراقية 7 8 وزراء ووزراء خدميين، مالية وزراعة وتربية وفلان وعلوم، ليش ما يخدمون؟ الكرد عندهم 5 وزارات، ليش ما يخدمون؟ ليش ما يقدمون؟ ليش يتنصلون عن المسؤولية ووزرائهم هم الموجودين؟ دولة بهذا الشكل الوزير لا يتحمل مسؤولية ومجلس النواب لا يعطي الحكومة فرصة للتحرك، ناهيكم عن أنه يعوق حركتها. وصلنا إلى طريق مسدود لا نستطيع أن نتحرك. المواطن يريد، نعم، يريد خدمة، والخدمة لا تأتي إلا بالتعاون وتسهيل الأمور، والحكومة حكومة الجميع. وأنا أعجب موجودين بالبرلمان يحاربون الحكومة ووزراءهم موجودين بالحكومة. إن كانت الحكومة سيئة فلماذا وزراءكم موجودين؟ اسحبوهم تخلصوا. ليش مخلين وزراءكم بالحكومة وأنتم بالبرلمان يشتمون على الحكومة؟ إن كانت سيئة فلماذا تشتركون بها؟ افسحوا المجال لغيركم، خليه يجي يشترك، بلكي يقدر يحرك يخدم. لذلك الدولة توقفت بقرار، وهنا أؤكد مرة أخرى توقفت بقرار وأجندة خارجية. ماذا بقي أمامنا؟ بقت أمامنا هاي الإثارات وهاي التحركات. والحل؟ الحل أحد 4 خيارات. لو حرب طائفية والعياذ بالله، وهذه المرة سوف لا تبقي ولا تذر ولا ينتفع منها أحد، والعراق يختلف عن غيره، وجربناها وشفناها. هذا خيار. أو خيار التقسيم. ما دام أنتم ما تتحملون وياكم شركاء فتعالوا أخذوا حقكم وحق الآخرين وقسموا العراق، وهذا نعوذ بالله منه، لأن البلد يتقسم، مو هاي رسالتنا. وإما تقولون بأن هذه الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية كلها غير سليمة، فتعالوا إلى انتخابات مبكرة بيوم 10/4 انتخابات المحافظات، ونعمل وياها انتخابات مجلس النواب حتى ننهي هذا المجلس وننهي هاي الحكومة وننهي هاي رئاسة الجمهورية، لعلنا نأتي برئاسة ببرلمان ورئاسة وزراء وحكومة جيدة وضمن خريطة جديدة. بعض الناس راح يصعدون، بعض الناس راح ينزلون. هذا الخيار اللي احنا نأيده. الخيارين الأولين نرفضهما رفضا شديدا، لكن إذا فرضت علينا ماذا نعمل؟ إذا فرضها الآخر الشريك شو نسوي؟ هذا الخيار الثالث نقبله، بل أنا أشجع عليه وأعتبره هو الحل الأمثل لأزمة العراق. نعم. الحل الرابع
أن يتوطن ويوطن الشركاء أنفسهم، يجون يقعدون على طاولة الحديث الواقعي الموضوعي الذي يريد أن يحمي العراق من الحرب الطائفية ومن التقسيم، ويحقق من خلال هذا خدمة للعراق ككل وللمواطن بالذات. تعالوا نتفاهم على أساس الدستور، ماذا لكم وماذا عليكم. هم يقبلون دولة الرئيس، بس دائما يقولون رئيس الوزراء هو الذي لا يقبل أن يجلس. ما استجابوا لي يوما وأنا دائما أصرخ ومن خلالكم أصرخ، تعالوا إلى طاولة الحوار على أساس الدستور. ومن خلالكم الآن أنا أدعوهم إلى الحوار على أساس الدستور. جيد. الدستور مثلا يقول أن قانون، خلينا ناخذ مثل العفو العام لا يصدر من رئيس الوزراء، يصدر من البرلمان. شوف المطالبات كلها رئيس الوزراء ليش ما يسوي عفو عام؟ ليش أنا أقدر أسوي عفو عام؟ ولو كنت أستطيع أن أسوي عفو عام عن الذين تورطوا بدماء العراقيين والذين رملوا النساء ويتموا الأطفال. ليش ما رئيس الوزراء يلغي قانون الاشتثاث؟ ليش أنا مؤمن بعودة حزب البعث حتى ألغي قانون الاشتثاث؟ كيف وأن قانون الاشتثاث قانون شرعه مجلس النواب ومو صلاحيتي؟ حتى لو أردت أن أصير متعاطف ويا هذا الحزب اللعين أيضا لا أستطيع، لأن قانون. وشوف دائما يتحدثون، لحد أمس بالليل عندي ناس من عندهم يتحدثون أعجب شركاء بالحكومة وياي. قلت له عجيب، أنت مو بالحكومة موجود، أنت تشوف هذا ممكن أنا أسويه؟ قال لا بس يا أخوي يصير مثل صدام وسويه. هذا الشركاء. ولذلك المسألة قلت له ايش أصير مثل صدام؟ قال أصير مثل صدام ويلغي الاشتثاث وطلع السجناء. قلت له أعتقل ذولا وأذبح ذولاك؟ قال لا، قتل وذبح ماكو، بس طلع ذول السجناء وحزب البعث رجعوا وتنحل المشكلة. هذا كلام مو كلام شريك. اليوم أنا أدعوهم إلى ضرورة جلسة على طاولة. مو كل اللي شرع مجلس النواب أنا أريده، لكن أنا ملزم بتنفيذه. ومو كل اللي سوى القضاء أنا أقبل به، لكن أنا ملزم بتنفيذه. قضايا كثيرة القضاء سواها اعترضت عليها ورد القضاء اعتراضي. نعم. إذن هذا هو الدولة القانونية التي تعطيك وتأخذ منك، ولكن على أساس الدستور. لماذا يرفضون؟ لماذا رفضوا فكرة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني؟ التحالف الوطني ايش قال؟ قال عندنا مشاكل وتحديات كبيرة، تعالوا خلينا نحصيها ونقعد على الطاولة نحلها وفق الدستور. في دولة الرئيس، ولكن ناس من داخل التحالف على رأسهم التيار الصدري قالوا احنا ما شفنا شيء اسمه ورقة إصلاح، ماكو ورقة إصلاح. موجودين في جلسات الهيئة السياسية للتحالف ومناقشوها وأنا حاضر بيها، والورقة أنا كتبت أولياتها وبعدين هم كملوها. أنا كتبت 32 تحدي و32 مشكلة وهم كملوا وسووها 70 مشكلة بالبلد. الهيئة السياسية مالت التحالف شلون ما يدرون؟ شلون ما يعرفون؟ القضايا مو هيك تنكر بهذه الطريقة. طيب لو فرضنا ما يدرون، الآن دريتوا هاي ورقة التحالف. في عمل التيار ممكن أن يجري في كل شيء، ماكو ضوابط يمكن أن يسيطر من خلالها على التيار. يكفي أنه يقول أنا من التيار ويخرج في مظاهرات وينتسب وبالتالي هذا يسهل الطريق للكثير من الذين يبحثون عن الفرص والاختراقات، يجدون فرصة اختراق، وهذا شغل المخابرات الدولية. لذلك قلت له أرجو أن تعتمد على مجموعة من إخوانك بالتيار أن يضعوا ضوابط لهذا التيار حتى لا ينحرف عن الخط الأصيل الذي كان عليه. وهذه التمزقات التي نراها في التيار والتشرذمات وفي كل يوم، والآن يوجد هناك تحرك أو حراك قوي معترض على سياسة التيار للانفصال أو للانشقاق. أنا أدعو السيد مقتدى الصدر إلى اتخاذ إجراء حقيقي وليس إعلامي فقط، إما أن يعتزل ويتبرأ من هذه التبعات والسلاح والقتل والممارسات، وإما أن يتخذ قرارا شجاعا ويصلح شأن التيار ويخليه جزء من عملية سياسية إسلامية تتحمل مسؤولية وتتعامل مع القضايا بمسؤولية وليست بانفعال.